بما اني مش عارفه اصور لكم في البيت مش فاضيه خالص، فقلت ايه اصور لكم وانا بره. الحلقه الثانيه من حكايه انت وحدك من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو. الحلقه الثانيه بدات بان نهى طبعا كانت في الاسانسير زي ما احنا شفناها، ساره سوري، وان هي طالعه بقى والاسانسير عمال يطلع وينزل بيها كده، واتضح اللي كان جاي يركب معاها الاسانسير في الحلقه اللي فاتت هو ده عامر اللي هي ما كانتش عايزه تروح له، اللي هو بتاع الاي دي. فالمهم شكله مريب قوي عامر ده، فظيع يعني. المهم انا خفت منه اصلا لما شفته الحلقه اللي فاتت. المهم طبعا راسها اتخبطت وبتخر دم، تفتح الاسانسير لقيت مين؟ لقيت سليم. يا جماعه سليم ده مريب قوي. هو سليم ده هيطلع باباها في الاخر ولا ايه؟ انا مش فاهمه بجد، مش فاهمه. المهم يعني طلعت لقيت سليم ده واقف لها بره، كل نصيبه تروحها كل حته تروحها تلاقي سليم ده موجود. خدها روحها البيت لانها اغمى عليها، خدها روحها البيت و نهى بقى راحت لها وقالت لها بقى ما يمكن اللي بيبعتلك دوت مثلا يكون عايز ينبئك بالمستقبل، او يمكن حد يعني عنده كده احتمالات ومش عارفه ايه، لانها كانت طبعا نهى ما كانتش لسه شافت حاجه وما تعرفش حاجه. تمام. ايه تاني حصل؟ مختصر مفيد يعني. عرفنا برضو ان عامر كان متقدم لساره وساره رفضته. اخر بقى الحلقه الرساله بقى التانية اللي جات لها ان هم رايحين العيد ميلاد بتاع صاحبتهم دي. ساره ما كانتش عايزه تروح العيد ميلاد وقعدت تقول لها لا وانا ماليش نفسي اروح وانا مش كويسه عشان اروح، بس نهى قعدت تزن عليها وتقول لها عشان محدش يتكلم عليكي والكلام ده. فقالت لها ماشي وكده. اتبعت لها رساله بقى لساره مكتوب فيها نار وهم رايحين العيد ميلاد. فساره نزلت من العربيه تجري، كانت نهى فوق. ساره بقى نزلت من العربيه تجري وقالت لها ايه ده اتبعت لي رساله نار. فخافت طبعا النار دي تكون في العربيه، مش عارفه هي تكون فين بقى، نار وخلاص. راحوا العيد ميلاد، ولما راحوا هناك طبعا ساره ما كانتش كويسه خالص. سليم راح يقعد معاها، سليم المريب اللي علاقته بساره يعني غريبه جدا جدا، وبياخد كل تهزيء وتهزيء منها، وبرده لسه مصر ان هو عادي. لا دي حاجه مش طبيعيه يا جماعه، علاقه سليم دي مش طبيعيه، مش طبيعي اللي هو بيسمعه منها ده، وفي الاخر مصمم زي ما هو يقعد معاها ويروح ويسمع الكلام ده منها. المهم هزقته وقالت له بقى امشي وانا عايزه اقعد لوحدي ومش عارفه ايه، وهو غريب. المهم قام من جنبها، نهى جت لها وقالت لها ايه انا هقوم اعمل تليفون من التليفون بتاعك، الموبايل بتاعك. شيء غريب يعني، شيء غريب. المهم خدت التليفون وراحت لقت بقى نهى اللي هي الرساله اللي بتيجي اتصال من نفسها يعني، لساره من نفسها. ساعتها بقى صدقت بقى ان ساره ما بتكذبش يعني. فخدت الموبايل وراحت لساره وخدتها على جنب كده وقالت لها انا اللي هرد، وردت وسمعت الكلام الغريب ده بتاع الراجل ده اللي هو عمال يقول نار نار، اللي احنا مش عارفين لغايه دلوقتي ده ايه، ولا عارفين ده كيان اللهم احفظنا ولا ده هاكر ولا ايه. بس المهم بقى انه برضو نهى كانت عماله تقول لساره لازم تدخلي على الواتساب وتعملي قفل خروج من كل الاجهزه. راحت ساره قالت لها خدي انت اعملي، انت مالك انت يعني تدي موبايلك لحد غريب ليه يعملوه؟ فخلت نهى تقفل لها تعمل لها الحاجات دي، ان هي تعمل تسجيل خروج عشان محدش يكون مثلا عامل هاكر على التليفون بتاعها وكده. قالت لها كمان لازم نودي التليفون والموبايل بتاعك، برضو قعدت تصر عليها ان هي تودي التليفون والموبايل بتاعها العامل
وفي الاخر هي خدته، نهى خدت الموبايل واللابتوب لعامر علشان يشوف، وعامر قال لها ما فيهوش حاجه. ده الكلام اللي هي قالته ايه لساره، ان عامر قال ان التليفون والموبايل ما فيهوش حاجه. ده ملخص الحلقه الثانيه من انت وحدك.